السلام عليكم حبايبنا الغاليين اللي ان شاء الله عايزين يدخلوا كليه هندسه. ان شاء الله النهارده هنكمل شرح قواعد الاشتقاق. معاكم باشمهندس محمد. ان اخر فيديو وقفنا له ان خلصنا مثال رقم 9، فالنهارده ان شاء الله هنكمل سؤال رقم 10. بيقول لك ايه او بيقول لك ايه يا باشمهندس؟ اوجد د ص على د س. اوجد د ص على د س للمنحنى ص بتساوي 5 على س تربيع زائد 12 س زائد 2 س اس 5، ومدينا اربع اجابات ا ب ج د. مش انا قلت لك ملحوظه؟ فاكر الملحوظه بتاعت الاساسيات قواعد الاشتقاق؟ اول ما تلاقي داله ص بتساوي رقم، اي رقم، وهنا في س اس رقم، ينفع نطلع الرقم في البسط؟ ينفع يا باشمهندس، بس بعكس اشاره الاس. يعني ايه؟ يعني ممكن لو ناخد مثال، لو ص بتساوي 5 على س اس 6، ينفع نطلع س اس 6 دي اللي في المقام نطلعها في البسط؟ ينفع، بس بعكس اشاره الاس. يعني ممكن نكتبها ازاي يا باشمهندس؟ ص بتساوي 5 س اس سالب 6. طب لو هي كده ص بتساوي 7 س اس سالب 2، ينفع نطلع س اس سالب 2 دي اللي في المقام نطلعها في البسط؟ ينفع، بس بعكس اشاره الاس. يبقى ص بتساوي 7 س اس 2. نفس الكلام قبل ما اشتق هظبط المساله. تعال نظبط المساله. هي ص بتساوي ايه؟ 5 على س تربيع زائد 12 س زائد 2 س اس 5. هي ص بتساوي 5 على س تربيع زائد 12 س، صح كده؟ زائد 12 س زائد 2 س اس 5. قبل ما اجيب المشتقه الاولى هظبط المعادله يا باشمهندس. هقول ص بتساوي، هطلع ال س اس 2 دي في البسط بس بعكس اشاره الاس. هتبقى 5 س اس سالب 2 زائد 12 س زائد 2 س اس 5. يلا نجيب المشتقه الاولى. هي د ص على د س دي معناها ايه؟ يعني بيقول لك هات المشتقه الاولى. يلا نجيب المشتقه الاولى يا باشمهندس. يلا يا باشمهندسه. د ص على د س تساوي، هي اول قاعده في الاشتقاق بتقول لي ايه؟ اضرب الاس في الاساس واطرح من الاس 1. يلا نضرب الاس. سالب 2 في 5، سالب في موجب بسالب، 2 في 5 ب 10 س اس. مش انا قلت لك اساسيات قواعد الاشتقاق لو الاس بالسالب بزود 1 بس تحط نفس الاشاره؟ طب لو الاس بالموجب بنقص 1. يعني لو الاس 4 بعد التفاضل اس 3، لو اس 3 بعد التفاضل اس 2، لو اس 2 بعد التفاضل اس 1. الواحد مش بيتكتب في الرياضه يا باشمهندس. لو 1 يبقى باخد المعامل بس. يعني مثلا ص بتساوي 4 س، تفاضل ال 4 س كام؟ 4. برمي س. هنا بقى لو الاس بالسالب بزود 1 بس تحط نفس الاشاره. يلا نكمل. زائد 12 س، 12 س تفاضلها 12، جت ازاي؟ اهو الاساس 12 والاس 1، اضرب 1 في 12 ب 12، 1 في 5 ب 5، 1 في 6 ب 6، 1 في اي حاجه بنفس الحاجه. اما اجي اطرح 1 ناقص 1 صفر. زائد، يلا نضرب الاس في الاساس، 2 في 5 ب 10 س اس. اطرح من الخمسه دي 1 4. بص، الاس بالموجب بنقص 1، الاس بالسالب بزود 1 بس تحط نفس الاشاره. تعالى بقى نختار الاختيارات. اهني اختياري هو رجعها لاصلها. يعني ايه رجعها لاصلها؟ هنزل دي في المقام بعكس اشاره الاس. تعالى سالب 10 تفضل في البسط، س اس 3 تنزل في المقام بس بعكس اشاره الاس، زائد 12 زائد 10 س اس 4. يبقى الاجابه ايه؟ اهني اجابه الاجابه ج. هروح اظلل على الاجابه ج. تمام، خلصنا. ندخل على السؤال اللي بعديه. سؤال رقم كام؟ 11 بيقول لي ايه؟ اوجد ميل المماس. مش انا قلت لك د ص على د س معناها المشتقه الاولى، ص شرطه معناها المشتقه الاولى، د على د س معناها المشتقه الاولى، د شرطه س معناها المشتقه الاولى، ميل المماس برضو معناها المشتقه الاولى. يبقى ميل المماس معناها ايه؟ برضو المشتقه الاولى. المشتقه الاولى. يلا نجيب المشتقه الاولى. ص بتساوي 5 س اس 5 زائد 4 س اس 3 زائد 2. هو يلا، مش الميل بيساوي المشتقه الاولى؟ الميل بيساوي المشتقه الاولى، والمشتقه الاولى بتساوي الميل. يلا نجيب ميل المماس. مشتقه ص زائد ص على د س تساوي، انا بضرب الاس في الاساس، 5 في 5 ب 25 س اس الخمسه اما اجي اطرح منها 1 تبقى 4.
زائد 3 في 4 ب 12 س أس التلاتة اما اجي اطرح منها واحد تبقى 2. جدع. اشتقاق اي رقم لوحده بصفر، والصفر ملوش اي اهميه. طب هي الدال ص على الدال س مش بتساوي هي ص شرطه؟ يبقى اهن اختياري الاجابه رقم ب. يلا نكمل السؤال اللي بعديه. رقم 12. رقم 12 بيقول لي ايه؟ رقم 12 بيقول لي معدل التغير للداله ده بالنسبه لس. كلمه معدل التغير ان اخدناها في اساسيات قواعد الاشتقاق، معناها برضو المشتقه الاولى. برضه يبقى ميل المماس معناها المشتقه الاولى، معدل التغير برضه معناها المشتقه الاولى. يبقى معدل التغير الداله دي بالنسبه للداله دي، يعني هات اشتقاق ده اقسمه على الاشتقاق ده. يلا نجيب الحل. يلا يساوي شرط الكسر. هات الاشتقاق ده. يلا انا بشتق ازاي؟ بضرب الاس في الاساس، احنا خدنا اول قاعده بضرب الاس في الاساس واطرح من الاس واحد، واشتقاق اي رقم بصفر. 3 في 3 ب9 س أس التلاتة اما اجي اطرح منها واحد تبقى 2. جدع. زائد 2 في 5 ب 10 س أس الاثنين اما اجي اطرح منها واحد، الواحد مش بيتكتب في الرياضه. زائد 3 س، مش قلت لك اول ما تلاقي الاس واحد باخد المعامل بس؟ يبقى مشتقة 3 س 3. مشتقة اي رقم بصفر، السبعه بصفر. بالنسبه لس هو مشتقة السين بكام؟ بواحد. ليه جت ازاي واحد؟ الاساس هنا واحد والاس واحد، الواحد في الرياضه مش كده، اضرب الاس في الاساس، واحد في واحد بواحد، واما اجي اطرح واحد ناقص واحد صفر، واحد ناقص واحد صفر، 2 ناقص 2 صفر، 3 ناقص 3 صفر. يبقى هات مشتق ده اقسمه على مشتق ده. يبقى كلمه معدل التغير معناها ايه يا باشمهندس؟ معناها المشتقه الاولى. طب اهني اجابه يا باشمهندس؟ الاجابه رقم ا. السؤال اللي بعديه، تعال نظهر الخط شويه. السؤال اللي بعديه رقم 13. المماس للمنحنى ص بتساوي 3 س تربيع ناقص 5 س عند النقطة 1 وسالب 2. هو مديك النقطة ليه يا باشمهندس؟ مديك النقطة ليه؟ يعني بعد ما تجيب ميل المماس، هي كلمة ميل المماس هي المماس. عايزين نتفق على حاجات. تعالى كده نطلع نفتح. كلمة ميل احنا خدناها برضو أساسيات قواعد الاشتقاق المحاضرة اللي فاتت. ارجع يا باشمهندس للمحاضرة اللي فاتت. ميل المماس هي المماس. معناهم هما الاثنين ايه؟ يعني المماس هي ميل المماس. معناها ايه؟ هات المشتقه الاولى. يلا نجيب المشتقه الاولى يا باشمهندس. وبعد ما تجيب المشتقه الاولى عوض عن السين بواحد والصاد بسالب 2. يصنع مع الاتجاه الموجب لمحور السينات زاويه قياسها. هو عايز الزاويه. خدنا قانون ان ميل المماس بيساوي ظاهر. ميل المماس بيساوي ايه؟ ظاهر. هو عايز الهيدي المجهوله، هي دي الزاويه. عايز الهي. عشان اجيب الهي لازم اجيب ميل المماس. طب يعني ايه ميل المماس او المماس؟ هي الكلمه دي هي الكلمه دي محمد ودي حماده، الاثنين نفس الشخص. يعني ايه ميل المماس او يعني ايه المماس؟ يعني المشتقه الاولى. يلا نروح نجيب المشتقه الاولى. ليه؟ عشان اجيب الزاويه. يبقى تاني، عايز الزاويه تروح تجيب المشتقه الاولى. يلا تعال نجيب المشتقه الاولى. مشتقه صاد د صاد على الدال س يساوي، يلا انا بضرب الاس في الاساس، 2 في 3 ب 6 س اس الاثنين اما اجي اطرح منها واحد، الواحد في الرياضه مش بيتكتب، سالب. مش الاس ده واحد؟ يا باشمهندس محمد. اخد المعامل بس. معامل السين كام؟ سالب 5. يلا بقى نروح بعد الاشتقاق هعوض عن كل س بواحد. يبقى الميل المماس بتساوي 6 في 1 ناقص 5. 6 في 1 ب 6. 6 ناقص 5 يبقى ميل المماس مين بيساوي 1. جبنا الميل يا باشمهندس محمد. خلاص. مش انا عندي قانون ان الميل المماس بيساوي ظاهر. هو عايز الهي دي يا باشمهندس. الميل المماس انا مطلعه بكام؟ عوض عنه، شيل ده وعوض عنه. ميل المماس بكام يا باشمهندس؟ بواحد. بيساوي ظاهر. هي هنا الزاويه معلومه ولا مجهوله؟ الزاويه هنا معلومه ولا مجهوله؟ الزاويه هنا مجهوله عشان هو طالبها، ده مكان الزاويه صح؟ يعني مثلا ظا 30 ده مكان الزاويه هنا معلومه.
هي الظا بالاله الحاسبه اسمها ايه؟ تان. الظا بالاله الحاسبه اسمها ايه؟ تان. الظا تان. الظا تان. طب امتى هدوس هنا تان 30؟ طب هنا الزاويه مجهوله، طالما الزاويه مجهوله بدوس شيفت تان. قيمه مين المماس؟ يبقى اجيب قيمه الزاويه ازاي؟ همسك الاله الحاسبه بتاعتك، امسك الاله الحاسبه بتاعتك، طالما الزاويه مجهوله بدوس شيفت، زرار اسمه شيفت على الاله الحاسبه. الظا اسمها تان، قيمه ميل المماس. يلا نمسك الاله، يلا يا باشمهندس، يلا شيفت. شيفت اهي، نمسح بس ايه ده الصاد على الدال سين دي نمسحها. شيفت اهي، دوسنا شيفت. ثواني، الاله جبنا الاله، دوسنا شيفت، ظهر لي اهو اس اهي، اختصار لي كلمه شيفت. تان ظا شيفت تان، قيمه ميل الماس. ميل الماس بكام؟ بواحد، يساوي الزاويه طلعت ب 45. بص لما بتدوس تان لوحدها تاني كده الزاويه معلومه. هنا الزاويه مجهوله ولا معلومه؟ مجهوله. طالما الزاويه مجهوله بدوس شيفت تان. بص اداك ايه؟ تان اس سالب واحد. ايه تان اس سالب واحد؟ عشان الزاويه ايه؟ مجهوله. قيمه ميل المماس بكام؟ بواحد، يساوي 45. يبقى الزاويه قيمتها بكام يا باشمهندس؟ 45. يبقى هدور على الاجابات بكام؟ 45. الاجابه ب. السؤال اللي بعديه رقم 14. حلو، يلا يا باشمهندس نقرا السؤال. معدل تغير الداله ص بتساوي، افتح قوس، س تربيع ناقص 4 على س ناقص 2، اقفل القوس الكل تربيع بالنسبه لس. كلمه معدل التغير معناها ايه يا باشمهندس؟ معناها المشتقه الاولى. برافو عليك. حلو، تعالى نحلل ده. انت مش بتشبه على ده؟ طب تعالى نطلع بره كده. انا خدناه في ثالثه اعدادي او خدناه في اولى اعدادي. انا عندي حاجه اسمه تحليل فرق مربعين. يعني ايه تحليل فرق مربعين؟ يعني يديك كده س تربيع ناقص ا تربيع. هم ليه سموه فرق؟ عشان الاشاره سالب. فرق مربعين يعني الحاجه متربعه مرتين. كنت بحلله ازاي؟ تعالى نفتكر كده اللي كنا بناخده في ثالثه اعدادي. افتكر كنا بنقول يساوي، بفتح قوسين، نحط هنا س وهنا س، هنا ا وهنا ا، قوس بالسالب وقوس بالموجب. طب اديني امثله يا باشمهندس محمد. حاضر، س تربيع ناقص 4. يلا يا باشمهندس احلله ازاي؟ ده اهو فرق ما بين مربعين. ليه؟ الاربعه دي كام في كام؟ 2 في 2. يلا بفتح كام قوس؟ قوسين، احط هنا س واحط هنا س. ناخد الاربعه دي، لو انت مش عارف 2 في 2 ب4 خد الاربعه حطها تحت الجذر التربيعي تديك 2. يبقى هنا 2 وهنا 2، قوس بالسالب وقوس بالموجب. طب عايز مثال تاني، س تربيع ناقص 9. هفتح كام قوس يا باشمهندس؟ قوسين يا باشمهندس، احط هنا س وهنا س. ناخد التسعه، لو مش عارف كام في كام يديك 9، اخد التسعه تحت الجذر التربيعي يديك 3. يبقى نحط هنا 3 ونحط هنا 3، واحده بالسالب واحده بالموجب. خلصت. س تربيع ناقص 25. افتح كام قوس يا باشمهندس؟ قوسين، س وس. اخد ال 25 احطها تحت الجذر التربيعي يديك 5. ناخد هنا 5 وهنا 5، واحده بالسالب واحده بالموجب. اخر واحده س تربيع ناقص 1. افتح قوسين، س وس، كام في كام يديك 1. 1 في 1، او ناخد الواحد تحت الجذر التربيعي يديك 1. 1 بالسالب 1 بالموجب. طب س تربيع ناقص 16. يبقى نفتح كام قوس؟ قوسين. اسمه ايه؟ تحليل فرق ما بين مربعين. 4 و4 هي 4 في 4 في 16، سالب وموجب. حلو، نرجع للمساله بتاعتنا بقى. حلو، المساله بتقول لك ايه؟ ص بتساوي، افتح قوس، س تربيع ناقص 4 على س ناقص 2 الكل تربيع. حلو، دي المساله صح؟ حلو، نعمل ايه؟ مش انت ملاحظ كده، ملاحظ ان البسط اللي فوق ده، البسط اللي فوق مش ده تحليل فرق ما بين مربعين يا باشمهندس؟ طب تعالى نحلله. الحل، تعالى نحل المساله. ص بتساوي، افتح قوس، شرط الكسر، هنا فرق ما بين مربعين، هفتح قوسين، س وس، واحده بالاثنين، الاثنين بالاثنين عشان اعرف 2 في 2 ب4، واحده بالسالب واحده بالموجب، وهنا المقام ينزل زي ما هو. جميل، الكل تربيع. طب جميل، ايه تاني يا باشمهندس؟ انا اول حاجه مسكنا البسط، عملت فيه ايه؟ حللناه. مش انت ملاحظ ان ده س ناقص 2 وده س سالب 2؟ مش ممكن يطيروا مع بعض. بس امتى يطيروا مع بعض؟ اما يكون هنا في ضرب وهنا فعلا في ضرب.
ولا في موجب ولا في سالب، يبقى اطير ده مع ده. اتبقى لي ايه في المساله؟ اتبقى لي ص بتساوي افتح قوس س موجب 2 الكل تربيع. طب ايه ده؟ مش ده قوس متربع؟ تعال نفكه يلا. هو كان عايز ايه اصلا في المساله؟ كان عايز المشتقه الاولى، كان عايز معدل التغير. كلمه معدل التغير معناها المشتقه الاولى. انا بظبط المساله الاول، يلا نظبط المساله. يلا نفك القوس ده. كنا بنفكه ازاي؟ اضرب الاول في نفسه والثاني في نفسه. هي المساله دي كام حد؟ حدين، اللي بيفصل ما بين حد وحد ايه؟ اشاره، سواء موجب او سالب. السين دي ده اسمها الحد الاول ها واحد، وموجب 2 دي اسمها الحد الثاني. القوس ده متربع، اي قوس تربيع بفكه ازاي؟ بضرب الاول في نفسه، س في س بس تربيع، واسيب مسافه. اضرب الثاني في نفسه، 2 في موجب في موجب بموجب، بسيب مسافه. موجب في موجب بموجب، 2 في 2 باربعه. ايه تاني؟ اضرب الاول الحد الاول في الثاني في 2، يبقى 2 في 2 ب 4 س، يبقى موجب 4 س. طب ثواني يا باشمهندس، اطلع من بره المساله دقيقه واحده. حاضر، معلش. س موجب 3 الكل تربيع. فك لي القوس ده، اضرب الاول في نفسه، س في س بس تربيع، اسيب مسافه. اضرب الثاني في نفسه هنا، موجب في موجب بموجب، 3 في 3 ب9، يبقى ضربت الاول في نفسه والثاني في نفسه. اضرب الاول في الثاني في 2، بضرب الاول في الثاني في 2، الاول في الثاني في 2، يبقى موجب 6 س. حلو، دي بقى بره المساله. س في س بس تربيع، موجب في موجب بموجب، 2 في 2 ب 4، الاول في الثاني في 2، يبقى موجب 4 س. يلا بقى، هو مش عايز معدل التغير؟ ده الصاد عدى س. يلا السين تربيع التفاضل بتاعها كام؟ 2 س زائد 4 س، التفاضل بتاعها كام؟ مش قلت لك طالما الاس واحد باخد المعامل بس، ومعامل السين كام؟ 4، واشتقاق اي رقم بكام؟ بصفر. يبقى معدل التغير 2 س زائد 4. نروح للمساله، هو عايز ايه؟ جبنا ده اشتقاقه كام؟ 2 س زائد 4. اقسمه بالنسبه معناها على، بالنسبه لس هو اشتقاق السين بكام؟ بواحد. اي 5 على الواحد فيها الخمسه، اي داله على الواحد فيها الداله. يبقى المشتقه الاولى بكام في الاخر؟ 2 س زائد 4. حلو، السؤال ده جميل جدا جدا جدا. ندخل على السؤال رقم 15. 15 بيقول لي المعامل التفاضلي الاول للمعادله ص بتساوي س اس 3 هو. كلمه المعامل التفاضلي يعني معناها المشتقه الاولى. يلا نروح نجيب المشتقه الاولى. ص شرطه بتساوي، اضرب الاس في الاساس هنا 1 والاس 3، 1 في 3 ب3 س اس، اطرح من الثلاثه دي 1 يبقى 2، يبقى المشتقه الاولى س اس 3 س تربيع. خلصت. رقم 16 بتقول لي ايه؟ اذا اوجد المشتقه الاولى. حلو، ص بتساوي س ناقص 5 على س، عندما الس بكام؟ عندما الس ب2. حلو، يبقى ص بتساوي س ناقص 5 على س. ص بتساوي س ناقص 5 على س. حلو، انا خدنا زمان في ثالثه اعدادي، انا طالما البسط حتتين، يعني مثلا ا زائد ب على الج، البسط انت شايفه كام حد؟ حدين، والمقام حد واحد. نجزأ البسط مع المقام. يعني نجزأ البسط مع المقام؟ يعني ممكن اكتبها ازاي؟ مره اكتبها ا على ج زائد ب على ج. يبقى ايه؟ ينفع نجزأ البسط مع المقام. يعني مثلا لو عندي ا زائد ب زائد د على مثلا اي ه مثلا، انت شايف البسط كام حته؟ 3 حتت، الالف والب والجيم، والمقام حته واحده. نجزأ بقى، مره ناخد الالف على اله زائد الب على اله زائد الدال على اله. بجزأ البسط مع المقام. جميل جدا، حلو جدا. طب هو ينفع نجزأ المقام مع البسط؟ يعني مثلا لو البسط حته واحده والمقام حتتين، ينفع نجزأ؟ لا، المقام لا يتجزأ، المقام ما يتجزأش. تعالى بقى نفس الكلام، قبل ما تجيب المشتقه الاولى هظبط المساله الاول. نظبط المساله ازاي؟ انت شايف البسط كام حته يا باشمهندس؟ حتتين، مره السين ده الحد الاول وسالب 5 ده الحد الثاني. حلو، يلا نجزأ بقى. مره نقسم السين على السين
ومره نقسم سالب 5 على س. حلو. طب تعالى نظبطها تاني. ص بتساوي، هي 5 على 5 فيها الواحد، 6 على 6 فيها الواحد، طب س على س فيها الواحد، ناقص 5 على س. طب تعالى نظبطها تاني. مش انت خدنا قاعده من اساسيات قواعد الاشتقاق، اول ما تلاقي البسط رقم والمقام داله، ينفع نطلع المقام في البسط؟ ينفع، بس بعكس شرط الاس. يلا، هي س اس كام هنا؟ واحد، بالموجب ولا بالسالب؟ بالموجب، طلعتها في البسط بعكس شرط الاس. يلا بقى نجيب المشتقه الاولى. يبقى انا اول حاجه ايه؟ جزأت البسط مع المقام. اما جزأت البسط مع المقام ظهر لي س على س هتروح، اتبقى واحد، وهنا هطلع المقام في البسط بعكس شرط الاس. يلا نفاضل. مشتقة ص د ص على د س، اشتقاق موجب واحد بصفر، هو اشتقاق أي رقم بصفر، صح؟ سالب 5 س أس سالب واحد. بشتق ازاي؟ أضرب الأس في الأساس وأطرح من الأس واحد، سالب في سالب بموجب، واحد في واحد، سوري، واحد في 5 بخمسة، س أس، مش الأس بالسالب، بزود واحد وتحط نفس الإشارة. طب يلا نرجعها لأصلها. يعني إيه نرجعها لأصلها؟ هنزل السين دي أس سالب 2 في المقام بس بعكس شرط الأس. طب هو كان مديك السين بكام يا باشمهندس؟ كان مديك السين ب 2. كان مديك السين ب 2. تعالى نعوض. نجيب اللون الأحمر. يلا نعوض. 5 زي ما هي، شيل السين وحط مكانها 2 تربيع، يبقى بتساوي 5. 2 تربيع بكام؟ ب 4. يبقى الإجابة النهائية 5 على الأربعة. يبقى الإجابة 5 على الأربعة. يبقى الإجابة رقم د. اللي بعديها اوجد رقم 17. اوجد د ص على د س. يعني ايه د ص على د س؟ يعني المشتقة الأولى ص بتساوي 9 س تربيع زائد 4 س. حلو. يبقى مشتقة ص د ص على د س يساوي، انزل يساوي 9 س تربيع، بضرب الأس في الأساس واطرح من الأس واحد، 2 في 9 ب 18 س أس واحد. الواحد مش بيتكتب. 4 س، مش قلت لك أول ما تلاقي الأس واحد باخد المعامل، يبقى معامل الأربعة س كام؟ 4. يبقى المشتقة الأولى بكام؟ 18 س زائد 4. يبقى الإجابة دي كانت واجب. تعالى المسألة اللي بعديها، يبقى الإجابة ألف. المسألة اللي بعديها بتقول لي رقم 18. رقم 18 بتقول لي إذا كانت دالة س تساوي 3 س تكعيب زائد 4 س تربيع زائد 4 س زائد 5، اوجد د شرطة 2. يعني ايه؟ يعني د شرطة 2. هي كانت فاكر رموز المشتقة الأولى كانت يا إما ايه؟ ص شرطة، أو د ص على د س، أو د شرطة س، أو الدال على الدال س. مش دي كلها رموز المشتقه الاولى؟ انت شافوا دال شرطه دال شرطه س، يبقى هو شال مكان السين وحط مكانها 2، او حط مكانها 3، حط مكانها 4، حط مكانها 5، اي رقم. يعني بيقول لك هات المشتقه الاولى، الشرطه دي معناها المشتقه الاولى، هات المشتقه الاولى وبعد ما تجيب المشتقه الاولى شيل كل س وعوض مكانها بكام يا باشمهندس؟ ب 2. يلا يا باشمهندس، يلا اول حاجه يلا نجيب المشتقه الاولى. د شرطه س. حلو. 3 في 3 ب 9 س أس، الثلاثة أما أجي أطرح منها واحد تبقى 2 زائد 2 في 4 ب 8 س أس واحد. الواحد في الرياضة مش بكده. 4 س، مش محتاج أول ما تلاقي الأس واحد باخد المعامل. معامل السين كام يا باشمهندس؟ 4. واشتقاق موجب 5 بصفر. خلاص يلا بقى هشيل كل س حط مكانها 2، يبقى د 2 بتساوي 9 2 تربيع زائد 8 في 2 زائد 4. همسكها بالآلة الحاسبة تطلع ب 56. حلو. السؤال اللي بعديه رقم 19 بتقول لي ايه؟ إذا كان ص بتساوي س أس ن. جميل. فإن د ص على د س بتساوي، يعني اوجد المشتقة الأولى. اوجد المشتقة الأولى. حلو. يلا نجيب المشتقة الأولى. حلو. هي مشتقة ص ايه؟ مشتقة ص د ص على د س تساوي، انا بشتق ازاي؟ بضرب الاس في الاساس. يلا الاساس هنا كام؟ 1 والاس ن،
واحد في نون بنون، هو واحد في 5 ب5، واحد في 6 ب6، واحد في اي حاجه بنفس الحاجه، واحد في نون بنون، س اس. خد الاس الاصلي بطرح منه واحد، يلا ندور على الاجابات. الاجابه مش موجوده. طب حلو، طب تعالى نظبط المساله. نظبطها ازاي؟ هنقول يساوي نون زي ما هي، انا مالي بيها. نظبطها ازاي؟ مره اقول س اس نون في س اس سالب واحد، مش هي. فاكر زمان س اس 2 في س اس 3 مش في حاله الضرب؟ في حاله الضرب في الاساسات المتشابهه. يعني ايه اساس متشابه؟ يعني دي س ودي س، دي صاد ودي صاد، دي عين ودي عين. في حاله الضرب في الاساسات المتشابهه بجمع الاسس، نجمع 2 زائد 3 5. نفس الكلام س اس 2 في مثلا س اس ن، هجمعها في حاله الضرب في الاساسات المتشابهه دي، يعني دي س ودي س، بجمع الاس، هتبقى س اس 2 زائد ن. فانا ايه؟ هو مديها لي، مديني س اس 2 زائد ن، وزعت مره س اس 2 ومره س اس ن، نفس الكلام. مره خدت السين اس 2 ومره خدت السين اس سالب 1. طب تعالى نرجعها لاصلها. في حاله الضرب في الاساسات المتشابهه اجمع الاس، ن ناقص 1. حلو جميل. تعالى بقى نمسح ده، انا كنت عشان كنت بفهمك، كنت بنفتكر بس القاعده اللي خدناها في ابتدائي. حلو. هي مش س اس ن دي مش هي بتساوي صاد؟ مش الايمن بيساوي الايسر والايسر بيساوي الايمن؟ ايدك اليمين بيساوي ايدك الشمال وايدك الشمال بيساوي ايدك اليمين. يعني ممكن نشيل س اس ن ونحط مكانها ايه؟ صاد. يبقى بتساوي، نزل ن، شيل دي وهنحط مكانها صاد على، مش دي ممكن انزلها في المقام بعكس اشاره الاس؟ هتبقى س اس واحد، والواحد في الرياضه مش بيتكتب. فاهني اجابه ن صاد على س. الاجابه رقم ج. تاني احنا شلنا س اس ن وعوضنا عنها بصاد عشان الايمن بيساوي الايسر والايسر بيساوي الايمن، والنون دي نزلت زي ما هي. شلنا دي ونزلنا مكانها صاد، ونزلنا دي في المقام بس بعكس اشاره الاس. جميل جدا يا باشمهندس. المسألة رقم 20. إذا كان صاد بتساوي ألف تربيع، قال لك حيث ألف ثابت. يعني إيه ثابت؟ برقم، ب5 ب6 ب7 ب8، فإن د ص على د س بتساوي. حلو. ممكن واحد يعمل إيه بقى؟ إن ألف تربيع يساوي 2 ألف، ضرب الأس في الأساس وطرح من الأس واحد. هل ده صح؟ غلط. قال لك ثابت، واشتقاق أي ثابت بكام؟ بصفر. اشتقاق الخمسة بصفر، اشتقاق ألف تربيع بصفر، اشتقاق الب تربيع بصفر، اشتقاق الج تربيع لو ثابت بصفر. جميل. السؤال رقم 1. إذا كانت دالة س بتساوي س تربيع زائد 2 فإن، يعني اوجد نهى س بتقول للواحد دالة س ناقص دالة الواحد على س ناقص واحد. يعني إيه؟ يعني الحتة دي، يعني بيقول لك هات المشتقة الأولى، وبعد ما تجيب المشتقه الاولى شيل كل س حط مكانها واحد. طب لو س بتقول للاثنين شيل كل س حط مكانها 2. لو س بتقول للثلاثه شيل كل س حط مكانها 3 على حسب. طب احنا عرفنا ازاي؟ يعني اول ما يطلب الصوره دي معناها المشتقه الاولى. هات المشتقه الاولى وتعوض عنها بواحد. طب احنا عرفنا ازاي؟ مش انا قلت لك قواعد الاشتقاق جايه من نهايات؟ فاكر لما خدنا القانون في المحاضره اللي فاتت يا باشمهندس يا باشمهندسه؟ نهى هي بتقول لي صفر دالة س زائد ه ناقص دالة س على ه، مش ده؟ وجربناها جاي من قواعد الاشتقاق. تعالى بقى هنا في المساله دي نشتق دالة س، يبقى د شرطه س. السين تربيع اشتقاقها 2 س، مشتقة موجب 2 بصفر، اشتقاق اي رقم بصفر. بعد ما تجيب المشتقه الاولى شيل كل س وحط مكانها واحد، يبقى بيساوي 2 في 1 ب2، يبقى الاجابه ب2. حلو. طب تعالى المساله اللي بعديها، مساله رقم 22. بيقول لك ايه؟ اذا كانت دالة س بيساوي س اس 3. حلو. فان نهى هي تقول لي صفر دالة س زائد ه ناقص دالة س على ه. هنا بيقول لك هات المشتقه الاولى ما تعوضش. يعني هات المشتقه الاولى للداله وما تعوضش. طب هنا عوضنا ليه؟ عشان هنا السين هي اللي بتقول لي الواحد، هنا الهي اللي بتقول لي الصفر. يبقى ايه الفرق ما بين مساله 21 و22؟ 21 بنجيب المشتقه الاولى وبنعوض بعد الاشتقاق عن كل س بتقول لي الواحد. مساله رقم 22 هات المشتقه الاولى بس.
يبقى د شرطه س، س اس 3 يبقى 1 في 3 ب3، س اس ال3 لما اجي اطرح منها هتبقى 2، يبقى 3 س اس 2. الاجابه رقم د. اخر مساله في قواعد الاشتقاق بتقول لي ايه؟ اذا كانت داله س بتساوي س زائد 1 اقفل القوس، س ناقص 1 اقفل القوس، س تربيع زائد 1 اقفل القوس، س اس 4 زائد 1، فان د ص على د س بتساوي نقط. اربع اقواس مضروبين في بعض. اربع اقواس مضروبين في بعض. تعالى في القوسين دول نضربهم في بعض، نقول داله الس بتساوي، يلا نضرب. اضرب الاول في الاول والثاني في الثاني، ليه؟ عشان ده تحليل فرق ما بين مربعين، كنت بضرب الاول في الاول، س في س بس تربيع، في حاله الضرب اجمع الاسس، موجب في سالب بسالب، واحد في واحد بواحد، يبقى انا ضربت اول قوسين في بعض، نزل ده زي ما هو، س تربيع زائد واحد س اس 4 زائد واحد. حلو. مش دول تحليل فرق ما بين مربعين؟ طب يا باشمهندس محمد هو انت بتعرف ازاي تحليل فرق ما بين مربعين؟ بتلاقي القوس ده هو القوس ده، بس الفرق ايه؟ الفرق هنا موجب والفرق هنا سالب، اختلاف الاشارات. نفس الكلام، ده القوس الاول وده القوس الثاني، هتلاقي ده توأم ده، الاثنين توأم، بس الفرق ايه؟ ده بالسالب وده بالموجب. يلا اضرب الاول في الاول والثاني في الثاني، س تربيع في س تربيع س اس 4، حالة الضرب اجمع الاسس، 2 زائد 2 4، سالب في موجب بسالب، 1 في 1 بواحد، نزل القوس ده زي ما هو، س اس 4 زائد 1. يلا مش القوس ده هو القوس ده، بس الفرق ايه؟ اشارات، واحده بالموجب واحده بالسالب، يبقى برضو تحليل ايه؟ اسمه فرق ما بين مربعين. يبقى داله الس بتساوي، اضرب الاول في الاول، س اس 4 في س اس 4، في حاله الضرب بجمع الاسس، 4 زائد 4 8، سالب في موجب بسالب، 1 في 1 بواحد. يلا بقى نشتق. بص انا بسطتها ازاي؟ ما بين اربع اقواس وصلتها لقوس واحد. يلا نشتق. هتبقى د شرطه س تساوي س اس 8، الاساس 1 والاس 8، 1 في 8 ب 8، س اس ال 8 اما اجي اطرح منها 1 7، اشتقاق اي رقم بكام؟ بصفر، يبقى التفاضل بتاعها كام؟ 8 س اس كام؟ 7. حلو. إن كده خلصنا الجزء الأول من قواعد الاشتقاق. إن شاء الله المحاضرة الجاية انتظرونا إن شاء الله، هنشرح قواعد الاشتقاق، هنكمل حاصل ضرب دالتين، خارج اسم الدالتين، اشتقاق أي جذر، اشتقاق قوس مرفوع لأس. إن شاء الله هنكمل قواعد الاشتقاق المرة الجاية، وبعد كده ندخل على الدوال المثلثية. بالتوفيق للجميع بإذن الله.